طيب حنعمل مع بعض هاي الوصفة. طبعا هاي الوصفة من زمان معتمدها تقريبا من 4 سنوات. عن جد عجينة كتير لذيذة خصوصا لهذا النوع من الفطاير. عندي أول حاجة بدي أحكي لكم النوع الجبنة اللي استخدمته. هنا جبنة عكاوي نقعتها وبعدين قطعتها مربعات صغيرة، شوية بقدونس وشوية جبنة موتزاريلا. عندي هنا معلقتين كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وبيضة صغيرة كتير. يعني البيضة لو البيضة كبيرة حطوا نصها بس. وعندي شوية حبة بركة للزينة، نص كوب زيت زيتون، وكوب حليب دافي، وتقريبا من 2.5 كوب ل3 كوب حنستخدم طحين. طيب هيك عجننا العجينة. شوف العجينة بتكون شوية طرية، ما بتكون كتير قاسية بهالشكل. خلاص بنحطها صحن، ندهنها شوية زيت زيتون من فوق، يا دوب دهن خفيف، وبعدين حنغطيها. هنا فردت العجينة، حبدأ أقطعها بطريقة دائرية، أي قطعة موجودة عندكم. بعدين بنقفلها بهالشكل. طعمها لا يقاوم، لا يقاوم. بتشهي العجينة، الجبنة، كل اشي. شوف العجينة كيف